Ladies and gentlemen، اهلا بكم في الفيديو. لو عايز استثمر فلوسي في الذهب، ايه الافضل؟ احط فلوسي في سبائك الذهب ولا في جنيهات الذهب؟ سبيكة الذهب عبارة عن قطعة من الذهب عيار 24 وبتتميز بنسبة نقائها العالية اللي بتوصل ل 99%. السبائك بتتوفر بأوزان مختلفة زي 31 جرام مثلا، وبتعادل وزن الأوقية، واللي ما يعرفش ايه هي الأوقية فالأوقية هي وحدة قياس الوزن، وعادة بتستخدم في قياس وزن المعادن الثمينة زي الذهب والفضة. وبالنسبة للمستثمرين الصغيرين يقدروا يشتروا سبيكة صغيرة بتتراوح مثلا حجمها من 5 ل 10 أو حتى 20 جرام. سبيكة الذهب تعتبر فرصة من أفضل الفرص للاستثمار في الذهب في مصر بطريقة ملموسة ومناسبة لجميع المستويات. أما الجنيه الذهب بيتميز في مصر بنسبة عالية نسبيا من الذهب بتوصل ل 91%، وده بيخليه قطعة ليه جودة عالية. وزن الجنيه الذهب بيكون 8 جرام وبيكون عيار 21، وده بيخليه قطعة غالية ومطلوبة. طب ايه الافضل بقى، السبيكة ولا الجنيه؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده عايزك تخش تتابعني حالا على الانستجرام وتتابعني على اليوتيوب والفيسبوك. بننزل على الانستجرام لوحده كواليس الفيديوهات كوميدية جدا، يعني قبل ما نصور الفيديو وكل الكلام ده، وبننزل استريحات حلوة جدا. خش تتابعني على الانستجرام دلوقتي يلا، اوعدك ان انت مش هتندم. نكمل الفيديو، يلا بينا نرد على السؤال. اختيار السبائك هيكون افضل لانها بتتكون من الذهب الخالص بدون اي عمليه تشكيل، وفيها مصنعيه اقل 10 جنيه على الجرام الواحد. يعني لو اشتريت سبيكه مثلا وزنها 40 جرام هيكون عليها مصنعيه 400 جنيه، ولما ترجع تبيعها هتاخد 200 جنيه من التكلفه دي. ومع ارتفاع اسعار الذهب فالاستثمار في سبائك الذهب هيكون الخيار الافضل لتحقيق ارباح اكبر. اما الجنيه لما ترجع تبيعه بيبقى في حاجه اسمها رسوم كده شبه المصنعيه. جنب المصنعيه بيتفرض عليك رسوم سعر ربع جرام الذهب لما ترجع تبيعه، او حوالي 20% من وزنه يعني، وده بيبقى مكلف لو جينا قارناه مع السبائك. فهمت الدنيا ماشيه ازاي ما بين السبائك والجنيه؟ بس كده يا معلم، والمصادر في الوصف لو حبيت تتاكد بنفسك. يلا اشوفك الفيديو الجاي. Ladies and gentlemen، سلام، وشام الفل.